صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. تعالوا نعمل النهاردة بقى الجلاش باللحمة المفرومة على طريقتي، وكمان هقول لكم ازاي يطلع معاكم الجلاش شكله حلو والقطع متساوية وشبه بعض كده، مفيش واحدة مختلفة عن التانية، وبطريقة سهلة جدا، وكمان هيطلع معاكم مورق وطعمها يجنن وطرية كده من جوه وفي نفس الوقت مقرمشة وبنص لفة جلاش. بس هتعملي صينية قد اللي انت شايفاها دي، يعني لفة الجلاش تعمل معاكي صينيتين بنفس المقاس، يعني هتوفر معاكي. بس انا بقى سويت نصها في الفرن والنص التاني عملته كده على الطاسة زي ما انتوا شايفين، طالع شكله تحفة كمان وسهل جدا وبيطلع مقرمش قوي قوي. وطبعا الجلاش من الاكلات اللي ما نقدرش نستغنى عنها، وكمان بتبقى حلوة قوي قوي في العزومات. لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنبدأ بتعصيج اللحمة. عندنا هنا بصل، فلفل رومي، وكمان توم، واختياري بقى نص قرن فلفل حامي. وعندنا هنا بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة في طاسة بقى على النار، وهحط فيها معلقتين كبار من الزيت وهستناهم يسخنوا كويس، وبعدين هنزل باللحمة المفرومة علشان تنزل تاخد صدمة وما تنزلش سوائل كتير. واول ما لونها يغير كده زي ما انتوا شايفين هنزل بقى بالخضار كله، البصل والفلفل والثوم، وكمان هديها تقليبه كده زي ما انتوا شايفين. واول ما الخضار يبدا يدبل معايا زي ما انتوا شايفين كده ويغير لونه، هننزل بقى بالتوابل، كزبره وبهارات لحمه وبابريكا ورشه من جوز الطيب ورشه من حبهان المطحون وفلفل اسود والملح، وهنقلب بقى كويس جدا. وهنعرف منين بقى ان اللحمه اتعصجت؟ لما نلاقي السوائل فيها ما بقتش موجوده خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده بقت جاهزه معانا. تعالوا بقى عندنا هنا لفه جلاش زي ما انتوا شايفين. لفه الجلاش دي مكتوب عليها نص كيلو. هفتح كده الورقة زي ما انتوا شايفين، وهجيب بقى الصينية اللي انا هحط فيها الجلاش وهقيسها كده على قد الورقة. هاخد مقاس الصينية بالظبط. انا هنا قستها لقيتها جاية في النص، فقسمتها بالنص كده زي ما انتوا شايفين. فهشيل بقى نص منها كده على جنب، هلفه واحطه كده في الكيس علشان ما ينشفش، واخد نص واحد بس وهعمله معاكم في الصينية دي. ودي صينية كبيرة مقاسها 35 في 25 سم. هناخد بقى كده شوية من السمنة السايحة وهندهنها في قلب الصينية من تحت، وبعدين هناخد ورقتين ورقتين ونبدأ ندهنهم بالسمنة. وطبعا بنحط نص الورق تحت والنص التاني فوق وبينهم اللحمة. عايزه اقول لكم بقى ان دي افضل طريقه لعمل الجلاش عشان يطلع شكله معاكم مظبوط جدا، بدل ما تطلع حته عاليه وحته واطيه، يعني ما بيبقاش لطيف خالص. وبنضطر بقى نتني الورقه كده من ناحيه وبعدين من الناحيه التانية علشان تيجي على مقاس الصينيه. وبصراحه بتبقى كميه الجلاش كبيره جدا، بس لما بناخد على قد مقاس الصينيه بالظبط بيجي السمك بتاعها حلو جدا ومناسب جدا جدا. بس لو حابين بقى تخلوا طبقه الجلاش تكون كتيره فممكن تحطوا اللفه كامله. بعد ما تقسموا الجلاش كده بالنص تحطوا نص تحت والنص التاني فوق. اهم حاجه تقطعوه على قد مقاس الصينيه عشان يطلع معاكم مظبوط، بس هيطلع معاكم عدد الورق كتير. هنا بقى بعد ما حطيت نص الجلاش تحت ورجعت حطيت بقى طبقه اللحمه زي ما انتوا شايفين، اديتها كده رشه من الجبنه الموتزاريلا، ودي طبعا اختياريه تقدروا تستغنوا عنها عادي جدا. اهم حاجه ما نحطش اللحمه كده على الاطراف، يعني نسيب مسافه كده على الاطراف علشان اللحمه ما تطلعش وتبقى محروقه مني. وبس كده بعد ما نخلص بقى هنبدا نحط باقي ورق الجلاش. انا كان فاضل معايا تقريبا 6 ورقات، يعني هي اللفة كانت عبارة عن 12 ورقة. حطيت نصها تحت والنص التاني فوق، وبين كل ورقتين بدهن بالسمنة برضو. ودي كان اخر ورق معايا. وبس كده هنبدأ بقى نقطع الجلاش علشان ندخله الفرن. طبعا الجلاش لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن. انا قطعت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، تقدروا تقطعوه باي طريقه بتحبوها، بس انا شايفه ان المقاس ده مناسب جدا جدا. فقطعتها بقى بالعرض كده على 4 وبالطول على 3 بس. وبعد ما نقطعه بقى هندخله الفرن على درجه حراره 180 لحد ما يبدا كده يعني ياخد لون بسيط معايا، وبعدين هطلعه علشان اديله بقى التشريبه بتاعته. وهي عباره عن بيضايه واحده وكوبايه الا ربع من اللبن الحليب ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشة من البابريكا والفلفل الأسود والملح، وهنقلبهم كده مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم بالحليب واديهم تقليبة سريعة. ودلوقتي هطلع الجلاش من الفرن، وده بقى شكله بعد ما بدأ ياخد لون كده. هنزل عليه بقى بالتشريبة اللي عملناها مع بعض ديت، بجد بتنقل الجلاش في حتة تانية وبتخليه جميل جدا. اهم حاجة نوزعها كويس زي ما انتوا شايفين كده. ممكن بقى ندخل الجلاش الفرن على كده، او نديله كده رشة بسيطة جدا من الجبنة الموتزاريلا على الوش، او ميكس جبن او جبنة رومي زي ما تحبوا. طبعا خطوة اختيارية تقدروا تستغنوا عنها.
هندخل بقى الجلاش الفرن تاني، وهتلاقوا كده بعد شوية بدأ ينفخ معاكم بالشكل ده. شايفين الجلاش هنا بدأ ينفخ ازاي؟ وده طبعا علشان فيه بيض وبيكنج باودر، فبيديله نفخة كده بسيطة. وبعد ما نلاقيه اخد لون كده من الجناب ولسه ما اخدش لون من فوق، ممكن بقى نفتح عليه الشوايه كده دقيقه ولا حاجه لحد ما يطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونخلي بالنا طبعا لان هو ما بياخدش وقت كتير في الفرن علشان ما يتحرقش منه. شايفين بقى يا جماعه الحلاوه والقطعه طالعه شكلها حلو جدا ازاي، مش مكسره كده ولا منعكشه، لا شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده ومتماسكه معايا، وكمان طريه من جوه وفي نفس الوقت مقرمشه من بره. وطبعا كلنا عارفين الطريقه التقليديه اللي احنا كنا بنعملها من زمان، اللي هي بندهن وش الجلاش بالبيض، وبعدين اول ما يبدا ياخد لون معانا كده بنطلعه ونسقيه بالشوربه، وبعدين نحطه تاني في الفرن لحد ما يرجع ياخد لون من فوق. وطبعا الطريقه ديت يا جماعه بتبقى يعني جلاش كده بيطلع معانا متكسر وشكله منعكش وما بيبقاش زي ما انتوا شايفين كده. جربوا بقى الطريقه دي حلوه جدا، والجلاش بيطلع شكله حلو قوي زي ما انتوا شايفين. وبنص لفه جلاش بس عملنا الصينيه الكبيره دي، وكمان النص التاني تقدروا تعملوا بيه صينيه تانية. بس انا عملت باقي الورق جلاش بالجبنه واللحمه المفرومه، بس سويتهم على الطاسه من غير فرن خالص وطلعوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد شكلهم حلو وكمان طريقتهم سهله بدون فرن بدون اي تشريبه. هسيب لكم الطريقه بتاعتهم تحت الفيديو عشان لو حابين تشوفوها. وزي ما شفتوا كده كل ده بلفه جلاش واحده بس. وبس خلاص جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وكتروا الشير، واشوفكم على خير.